بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم. النهارده نتكلم عن برنامج تسميد البرسيم البلدي المصري أو البرسيم الحجازي. طبعا يحتاج الفدان إلى 20 متر مكعب سماد بلدي، زائد 250 كيلو سوبر محبب أو ناعم، زائد 100 كيلو بوتاسيوم، زائد 100 كيلو كبريت زراعي. دول طبعا قبل الخدمة. وبعد كده نبذر البرسيم ويزرع على حواض أو بدار أو خطوط أو مساطب أو خطوط. طبعا البرسيم الحجازي بيحتاج في الراية الأولى 100 كيلو يوريا للفدان. الراية التانية بتحتاج إلى 50 كيلو نترات. بيحتاج الراية التالتة 50 كيلو ملح. كل فترة بيحتاج إلى الملح، يفضل نضيف له الملح مع السمر المحبب للتدفئة وللتفريع. ويفضل نستخدم النترات عن اللوريا بس. وكل بعد كده كل رية نحش، وبعد كده ندي الكيماوي بتاعنا، وبنرش رشة عناصر حديد زنك منجنيز، وبنرش رشة طبعا للدودة القردة أو الدودة أو الحفار أو الساق، وممكن نرش رشة البياض أو نضيف المادن. كل هذه الأمراض طبعا بس بعد الحش بقتش بتاعها 15 يوم يعني. طبعا نحش وبعدين نرش، وبعد كده نبدأ نحش تاني. وطبعا ولازم نترك المبيد 15 يوم في البرسيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.